سلام. الجزء الثاني من ال unusual offsets and ambiguous abbreviations من سافي. الحلقه بتاعت التمرين. الاساينمنت اللي معانا في سيناريو بيقول كالاتي: ان احنا محتاجين ان احنا نعمل ميتنج ما بين 3 مناطق، 3 مدن: كاثماندو في نيبال، طهران ايران، وسانت جونز نيوفاوندلاند في كندا. الريفرنس تايم بتاع الميتنج ده هيكون الساعه 2 الظهر بتوقيت UTC نوفمبر 26 سنه 2025. ومطلوب مننا ان احنا نفسر النتائج بتاعتنا. اول خطوه معانا ان احنا نعمل ايدنتيفاي للتايم زونز او نجيب الاوفسيتس بتاعتنا للتاريخ ده اللي هو نوفمبر 26 2025. هحط السيتي الكاثماندو نيبال، التايم زون ابريفيشن بتاعتنا ان PT، الاوفسيتس الUTC بتاعتها 5 hours 45 minutes، وطهران ايران IRST الUTC بتاعتها بلس 3 hours 30 minutes، وسانت جونز نيوفاوندلاند كندا NST الUTC بتاعتها minus 3 hours 30 minutes، وكلهم في الوقت ده في التاريخ ده ما فيهمش DST. وطبعا احنا جبناه من سافي زي الحلقات اللي فاتت. الخطوه اللي بعد كده هنعمل الكونفرشن بتاعتنا من الUTC لللوكال تايمز للتاريخ بتاع نوفمبر 26 2025. وفي الحسابات بتاعتنا زي ما عملنا في كل الحلقات اللي سبقت، كاثماندو نيبال هتبقى اللوكال بتاعتها 19 45 دقيقه، وطهران هتبقى 17 30 دقيقه، سانت جونز نيوفاوندلاند هتبقى الساعه 10 و30 دقيقه. وبالنسبه للايانا تايم زون بتاعتها هتكون كاثماندو نيبال ايشا كاثماندو، طهران ايران هتبقى ايشا طهران، وسانت جونز نيوفاوندلاند هتبقى امريكا سانت جونز. اكسبلانيشن: الابريفيشنز لو اعتمدنا عليها علشان نجيب الاوفسيتس هتلخبطنا لانها مبهمه. الطهران المفروض ان هي IRST او IST، في الحالتين بتلخبط، الحروف ممكن تكون تقصد اكتر من بلد. اما بالنسبه للجزئيه بتاعت البارشر اور اوفسيتس، نص ساعه وثلاث ارباع ساعه والنوعيات دي من الاوفسيتس دي غالبا بتلخبط في الحسابات بتاعت السكادجول، وخصوصا لو كان الموضوع اكتر من مجرد ميتنج، لو كان في ايتينري لرحله. وعلشان كده دايما سافي مش بيستخدم الابريفيشن في التعريف بتاع المكان، دايما بيستخدم الايانا او الالسون نيم للتايم زون ده. فدايما لما نيجي ندي مواعيد او ناخد مواعيد نتاكد ان احنا مدينها بنظام الايانا تايم زون. دلوقتي المساله اللي ليكم assignment for you للunusual offsets. سيناريو بيقول كالاتي: create a similar meeting schedule using the new setup. لندن UK ليانيان مينيمار لأديليد استراليا. الريفرنس تايم بتاعتنا الساعه 9 صباحا UTC في فبراير 3 2026. والاوتبوت بتاعك المفروض يكون كالاتي: اول حاجه التحويل من الUTC لللوكال كونفرجنز، وبعد كده الكوريكت ديتس تتاكد ان مفيش شيفت، وبعد كده الفاينل كومباريزون تيبل زي اللي احنا عملناه، والاكسبلانيشن للنتائج اللي هتطلع معاك. واشوفكم في الحلقه الجايه واحنا رايحين للاحتراف مع سافي. سلام.